الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده انا معاكم دودو من مطبخ دودو. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طريقه سلطه يعتبر كلنا بنحبها، وبالذات الاطفال بتحبها جدا وبناكلها في المطاعم. وكمان كنتاكي مشهور بيها. انا هقولك النهارده طريقتها بطريقه سهله جدا 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 ومضمونه، وبتطلع معاكي والله احسن من المحلات. يعني ناس كتير كلوها من ايدي وقالوا لي والله احسن من المحلات، ويعني هما ما بيجاملوش. بصوا يا حبايب قلبي، النهارده معايا والمكونات سهله جدا. دي كرنبايه بتاعه السلطه. تمام. انا مقطعاها كده، شايفين التقطيع؟ يعني مقطعاها زي ايه، يعني شرايح كده. تمام. ومعايا هنا انا بشره يعني جزرتين. تمام. انت بقى بتعملي على حسب الكميه اللي انت عايزاها. انا عامله ما شاء الله الكميه دي، فبشره لها الكميه دي من الجزر. ومعايا هنا ده مثلا 3 معالق من العسل. ومعايا هنا معلقتين خل ورشة ملح ورشة فلفل اسمر، وممكن تستبدلي الفلفل الاسمر بفلفل ابيض. ومعايا هنا ادي المقدار بتاع المايونيز، ده حوالي 6 معالق كده او 7 معالق. انتي برضه طبعا بتبقى كل الكميات على حسب الحبقه اللي انتي هتعمليهم. يعني انتي دلوقتي هتعملي اقل هتقللي هتزودي كده. انا عامله الكميه دي ودي المقادير بتاعتها. تمام. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه. معايا اهو انا جبت بوله وهبدا انزل بالمايونيز بتاعي اهو. بنزل بكل الكميه. على فكره هو المايونيز الاساس في الوصفه طبعا اهو. وفي ناس على فكره بتضيف مع المايونيز زبادي، بس ما بتديكيش التيست بتاع بره ده. يعني بتلاقي التيست مش بتاع بره. تمام. وهنزل بالعسل، هنزل حاجة حاجة كده وهقلب واشوف القوام بتاعي عامل ازاي، وعلى اساسه هضيف عسل او لا. بصوا انا هحتاج شوية عسل كمان. اقلب دلوقتي بقى هنزل بمعلقتين الخل اللي معايا. انا اتفاجئت ان في ناس بتبيع الصوص دوت باسعار، يقولك مش عارفه ايه الربع كيلو بقد ايه، والصوص بتاع الكول سلو. ليه يا جماعه؟ ما احنا هنعمله في البيت ويبقى زي الفل. دلوقتي بقى هنزل بالملح وادي الفلفل واقلب. كده انا بقى معايا الصوص جاهز. انا دلوقتي خلاص الصوص معايا بدأ بقى جاهز. هبدأ بقى انزل بالكرنب بالسلطة اللي انا مقطعاه. طبعا بتقطعيه التقطيع اللي هو الطرنشات الطويلة دي اهو، شايفين؟ بنزل بكل الكمية اللي عندي. خلاص انا كده ضفت كل كمية الكرنب اللي عندي. هبدأ انزل بالجزر المبشور. الجزر برضو بيديله تيست حلو قوي ولون كمان جميل قوي. وده شكل الكول سلو معايا بعد ما خلاص قلبت عليه الجزر وقلبت عليه كل المكونات. كل المكونات اتجانست مع بعض. دلوقتي بقى هسيبه في التلاجة مش اقل ابدا من 2 او 3. كل ما يعني تكتري شوية في المدة كل ما بيبقى طعمه احلى، لان المكونات بتتجانس مع بعض. اهو ادي شكله
شايفين شكله جميل جدا 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 والله يا جماعة، وطعمه بيبقى احلى من بتاع بره كمان، لان دي حاجة انت ضمنها بقى في البيت وعاملاها بايدك. هما طبعا بره مش هيحطولك عسل ومش هيهتموا بالمكونات كده، فجربوه والله يعجبكم جدا جدا جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك كبير، وكمان تقولوا لي رايكم لازم لازم في الكومنتات، وتقولوا لي ولادكم قالوا عليه ايه، هتنافسوا كنتاكي. يلا مع الف سلامه. وادي شكل الكول سلو بعد ما سبته في التلاجة حوالي 3 ساعات 3 ساعات ونص. شايفين شكله؟ بسم الله ما شاء الله، والله تحفة يا جماعة جدا جدا، لازم تجربوه. انا قلت لازم اوريهولكم بعد ما قعد في التلاجة علشان برضو تشوفوا النتيجة النهائية بتاعته. يلا باي.